تعرف إن حوالي 92% من المشاريع في مصر صغيرة جدا، فيها أقل من 10 موظفين. يعني الورش والمحلات والإيجنسيز الصغيرة، وقليل جدا اللي بيكبر وبيبقى براند. في الفيديو ده هنعرف ليه أغلب المشاريع بتفضل صغيرة، ولو أنت عندك مشروع صغير أو ناوي تبدأ هنقولك إزاي ممكن تحول مشروعك الصغير لمشروع بينافس ويخلق فرص ويكبر فعلا. وعشان نفهم ليه المشاريع بتفضل صغيرة لازم نرجع خطوة لورا ونسأل نفسنا سؤال بسيط: هي الناس بتبدأ مشاريع ليه أصلا؟ الناس بتبدأ بزنس لسببين: يا إما شاف فرصة في السوق وقرر يستغلها وده بنسميه opportunity driven أو مشروع مبني على الفرصة، يا إما اضطر يفتح مشروع عشان يعيش، عايز يزود دخله أو مش لاقي وظيفة، وده اسمه necessity driven أو مشروع مبني على الضرورة. والواقع إن أغلب المشاريع في مصر داخلة من باب الضرورة مش من باب الفرصة. ليه مهم نفهم ده؟ لأن الدافع هو اللي بيحدد طريقة التفكير، وطريقة التفكير هي اللي بتحدد إذا كان المشروع هيكبر ولا هيفضل في مكانه. في المشاريع المبنية على الضرورة الهدف الأول هو البقاء وكسب العيش، فالتفكير بيكون قصير المدى، عايز أبيع النهاردة عشان أعيش بكرة. عشان كده بنشوف إن أغلب المشاريع دي بتدخل في التجارة لأنها بتجيب فلوس بسرعة. وفعلا حسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 57% من المشاريع في مصر شغالة في قطاع التجارة والتجزئة، وده أكتر من ضعف المتوسط العالمي اللي هو حوالي 23% بس. كمان الابتكار في المشاريع بيكون ضعيف جدا. في نفس البحث حوالي 8% فقط من الشركات الصغيرة قدمت منتج أو خدمة جديدة في 2020، 8% بس. ولكن عالميا متوسط النسبة دي بيكون حوالي 25%. تونس مثلا نسبة المشاريع الصغيرة فيها اللي بتقدم منتج جديد حوالي 20%، والأردن حوالي 35%. وده معناه إن أغلب المشاريع في مصر مش بتبتكر ولا بتقدم حاجة جديدة للسوق، هي بتكرر اللي موجود عشان هدفها مبني على الضرورة. نتيجة ده إيه؟ النمو بيكون بطيء جدا، المشاريع بتعين عدد قليل من الموظفين، أي أزمة اقتصادية ممكن تهزها بسهولة. لكن لما المشروع بيبدأ من الفرصة التفكير بيتغير تماما. اللي داخل عشان يستغل فرصة بيفكر في بعد 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، بيبني سيستم، نظام واضح، بيستخدم تكنولوجيا عشان يكبر المشروع ويخليه سكالبل، قابل للتوسع. المشروع المبني على الفرصة دخله ضعف أكتر من المبني على الحاجة، بيخلق فرص عمل أكتر، بيصمد وقت الأزمات لأنه مبني على أساس متين مش رد فعل مؤقت. فطبعا هتقولي إزاي أفكر سنين قدام وأنا بعمل مشروع يغطي احتياجاتي دلوقتي؟ الكلام ده للناس اللي اوريدي معاهم فلوس كتير. هقولك جزء من كلامك صح بس اصبر عليا شويه. تعالى في الاول نجاوب على سؤال: ليه في ناس بتقدر تكبر مشاريعها وناس لا؟ في بحث في Journal of Knowledge and Innovation بعنوان Opportunity or Necessity Entrepreneurship: A Study Based on the National System of Entrepreneurship. البحث ده بيقول ان عوامل التفكير في النمو نوعين: عوامل خارجيه في البيئه وعوامل داخليه في عقليه رائد الاعمال نفسه. ولقوا ان لو رائد الاعمال عنده إيمان شديد بقدراته ومصدق إنه هيقدر يكبر وبيلاحق فرص التعليم سواء كان أكاديمي أو بالتجربة والخطأ، وعنده جرأة على اتخاذ القرار وما يخافش أبدا من الفشل، ده اللي يخليه يقدر يبني شركة قابلة للنمو حتى لو البيئة اللي حواليه مش مناسبة. زي مثلا الحاج محمود العربي بدأ بتجارة لعب الأطفال والأدوات المدرسية، وبعد كده تجارة الأجهزة الكهربائية، وبعد كده دخل في التصنيع. كان عنده دايما إيمان إنه هيبقى كبير، وكان عنده حب للتعلم والمغامرة. إيمانك بنفسك هو أهم حاجة في الدنيا، وإنك تصدق إنك هتوصل لحاجة كبيرة ده برضو مهم. طب إزاي أؤمن بنفسي؟ بإني أجرب وأشتغل. مفيش أي نوع من أنواع التأمل هيوصلك لمرحلة الإيمان بنفسك، ولا fake it until you make it، مش هيمشي. وإزاي أصدق إني هكبر؟ بإني دايما أحاوط نفسي بناس أكبر مني، ناس حققت حاجات أكتر مني، عشان ده هيخليني أفهم إن اللي حققوه ده مش مستحيل. ولما أقرب منهم هعرف إن هم مش أذكياء قوي كده، ولا عندهم قدرات خاصة، ويمكن عدوا مشاكل كتير جدا في حياتهم.
لكن هم مقتنعين ان هم هيوصلوا، واي مشكلة هتقف قدامهم هيعرفوا يحلوها. فلو انت انسان بيحس بتهديد من حد حقق حاجات اكتر منك وبتبصله وبتحس ان هو مغرور او واثق في نفسه قوي فتبعد عنه، فاعرف ان انت الخسران. وعشان كده لازم تكون دايما بتحب تتعلم وما تكبرش على العلم، لان ده هيوقفك في مكانك. طب لو انا النهارده عندي مشروع صغير، ابدا ازاي اتحرك ناحيه النمو؟ خلينا بس نوضح حاجه مهمه، ان في فرق ما بين النمو growth والتوسع scale. النمو معناها ان مبيعاتي تزيد جدا بس في نفس الوقت مصاريفي بتزيد، يعني عماله وفروع ومواد خام. لكن السكيل او التوسع معناها ان مبيعاتي بتزيد قوي بس تقريبا مصاريفي ما بتزيدش او بتزيد بنسبه صغيره جدا. وده دايما اللخبطه اللي بتحصل عند الناس. الموضوع انه لما يبيع كتير بيفتكر ان هو كده توسع، بس عشان تقدر تعرف بيبدا بفهم المراحل اللي بيعدي بيها اي بزنس. اول مرحله هي مرحله المنتج product stage، ودي المرحله اللي بتفضل فيها تجرب وتغير وممكن تعمل pivot، يعني تروح لاتجاه تاني لحد ما توصل لبرودكت ماركت فيت او توافق المنتج مع السوق. بعد كده تيجي مرحله النظام او السيستم وتحقيق الارباح، ودي اللي بيحصل فيها انك بتبدا ترتب العمليات او الاوبريشنز وتشوف منها ايه اللي بيتكرر وتعمل له اوتوميشن او اتمته، وتبدا تظبط قوائمك الماليه لحد ما توصل لنقطه التعادل او بريك ايفن وتحقق ارباح. المرحله الثالثه وهي التوسع سكيلينج، لما تكون بنيت سيستم صح والبيزنس ابتدى يبقى مربح، يعني العجله شغاله، تبدا تتوسع سواء كان في نفس الدوله، اقليميا، دوليا. عارفه هتقولي ايه؟ في ناس بتتوسع قبل ما تحقق ربح، اللي هو blitz scaling scale at all cost، يعني هتوسع بأي تمن. واللي عمل الكلام ده فيسبوك وأمازون ونجحوا طبعا. بس خلينا نفهم ان فيسبوك وأمازون موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى ان هم عندهم فلوس كتير جدا بيطبعوا دولارات، وده مش موجود عندنا في مصر. وعلى فكرة ده مش الطبيعي عالميا، هي بس أمريكا صوتها عالي. ومهم قوي ان انا افهم انا بيئتي عاملة ازاي، فرصها ايه وحدودها ايه، عشان اعرف اتعامل معاها. المرحلة الرابعة هي مرحلة الاستقرار او saturation، ودي مرحلة حلوة ومش حلوة. حلوة لاني ارتحت شوية ومبسوط والشركة كبرت، ومش حلوة لاني لو ما فضلتش اطور الشركة هتقع، هلاقي منافس جديد صغير اسرع بيطور وبيوصل وخد السوق مني. عشان كده عملية التطوير لا تتوقف. طيب نرجع لمشروعنا الصغير. وانت بتبني المنتج او بتبني السيستم ممكن تكون فعلا necessity driven، بمعنى انك بس محتاج يخش لك دخل مناسب. لما ترتاح من ناحية الدخل تقدر بعد كده تدخل معاك شركاء وتتوسع، او تفتح مشروع تاني يكون من البداية هو مشروع نمو. مشروع نمو يعني ليه سوق كبير، ومواصفات المشروع ده اتكلمنا عنه في فيديو هحط لكم اللينك بتاعه. طيب ازاي ابدا افكر في النمو والتوسع؟ اولا انك تعمل تحول رقمي، يعني digital transformation. المستثمرين عايزين يستثمروا في التكنولوجيا بس. ايوه طبيعي، ما عشان دي اللي بتتوسع. مش لازم المنتج نفسه يكون تكنولوجيا، ولكن انت تستخدم التكنولوجيا عشان يكون عندك سكيل، يعني تنتج كتير بفلوس اقل. رقم 2 سيستم، يعني احط نظام. كل الناس بتتكلم عن انك تحط سيستم، وانك ما تفضلش دايما تكون الشخص اللي بيشتغل في المشروع، ولكن تكون الاركتكت او المصمم اللي بيشتغل على المشروع. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بكل بساطة ابدأ اكتب العمليات اللي بعملها وانا بطلع المنتج بتاعي، سواء كانت عمليات خاصة بالانتاج او عمليات داعمة للانتاج زي مثلا HR والماليات والحاجات دي كلها، او التسويق والمبيعات. ببدأ اكتب الكلام ده واشوف كل واحدة بتاخد وقت قد ايه، وهل بتفضل تتكرر ولا لا، وانهي واحدة اللي مهمة، واركز على العمليات اللي بتتكرر والمهمة وبتاخد وقت طويل. افكر بقى العمليات دي لو لقيت فيها شوية اختلافات عن كل مرة، ابدأ اشوف ازاي اخليها موحدة، يعني ما يكونش فيه تفكير كتير. كل ما تقلل عدد قراراتك كل ما كنت اسرع. وبعد كده اعمل لها سيستم واشوف اذا كنت ينفع استخدم فيها تكنولوجيا ولا لا. ده بكل بساطة سيستمايزيشن. طيب السيستم ده بقى احطه لايه؟ اسجل العملاء، اشوف اداء الموظفين بتوعي او المبيعات، بيعمل كام ميتنج علشان يعمل كام بيعة، ايه الاسئلة اللي بيسألها بالكاستمر، بدير علاقاتي ازاي مع العملاء الحاليين، المخازن
المخزون بتاعي، الاسعار بحددها ازاي، كل ده ابني له سيستم. رقم 3 اني اعمل تسويق رقمي، وطبعا ده معظمنا دلوقتي بقى بيعملوا اعلانات، صفحات على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب طبعا والريلز. بس برضو اعمل سيستم للتسويق، يعني خد العمليات المتكررة واكتبها وامشي عليها، وحاول ما تاخدش قرارات كتير. رقم 4 ممكن احول المنتج نفسه لمنتج رقمي او جزء منه لمنتج رقمي يجيب دخل وانت نايم، زي مثلا مدرس ممكن يدرس اونلاين على يوتيوب، على نجوى كلاسز، في المنتور، يوديمي، اكتب كتاب اشرح فيه معلومة معينة، ابيع سيستم تسويق اونلاين، وهكذا. رقم 5 اجدد نموذج العمل، بزنس موديل انوفيشن. نعمل ده ازاي؟ اني اتحول من بيع المنتج لوحده كده منتج لخدمة اشتراك، سبسكريبشن. برضو المستثمرين بيحبوا قوي نظام السبسكريبشن. ليه؟ عشان متوقع، يعني اقدر اتوقع المبيعات اللي جايه للمشروع ده. زي مثلا صيدليه تعمل اشتراك شهري للادويه اللي بتتكرر كل شهر، ضغط وسكر. او ابني بلاتفورم في موردين كتير يعرضوا منتجاتهم زي مثلا بيوتي سورس، واخلي شغلي كله مبني على داتا علشان اقدر اغير في البيزنس موديل واعرف العملاء بيشتروا ايه وكم مره وامتى. رقم 6 بقى اني اخليه سكيلابل بيزنس او مشروع توسعي، يعني لازم استخدم التكنولوجيا، وكمان يكون عندي value proposition او قيمة مميزة قوية تفرقني عن المنافسين في المكان اللي انا رايح له. وساعتها تقدر تجيب فند او استثمار وتدخل معاك شركاء وتتوسع. هايل، كلام لطيف. ايه بقى العقبات اللي بتوقف النمو؟ رقم 1 عدم الوعي بالتكنولوجيا او عدم الرغبة في استخدامها. لو انا ما عنديش وعي بالتكنولوجيا اخد كورسات او اجيب خبير يساعدني، ولازم تصرف عشان تنجح، لان البيزنس معمول علشان الناس يخش لها دخل، وهي دي سنة الحياة. فكل ما تساعد ناس يخش لها دخل كل ما تكبر اكتر، لانك هتوفر وقت ومجهود على نفسك تستغله انك تعمل حاجات تانية. اما بقى اللي بيخاف من التكنولوجيا عشان المنافسين ما يشوفوش اسعاري، ما يشوفوش المنتجات اللي عندي ويكرروها، او خايف من الضرايب، بحب اقولك ان انت داخل في حتة غلط، مش هتكبر. الخوف ما بيكبرش، بالعكس خليهم يشوفوا اللي عندي، ولو قلدوه يبقى انا عندي مشكلة في البيزنس موديل، يبقى انا بعمل منتجات بتتقلد بسرعة، يبقى انا عندي مشكلة واصلحها. رقم 2 اني ممكن اشوف التكنولوجيا غالية عليا فانا مش قادر ادفع فيها فلوس. في حاجات كتير جدا فور فري او ببلاش. كمان في هيئات حكومية مختصة للمشاريع الصغيرة بتوفر لهم فند او استثمار يقدروا بيه يجيبوا التكنولوجيا دي، وهنتكلم عن ازاي تجيب فند في الحلقة الجاية. ولو انت مش معاك مستثمر ممكن تبدأ بأدوات بسيطة وتاخد جزء من الربح وتستثمر بيه في التكنولوجيا. رقم 3 من المعوقات اللي بتوقفنا عن النمو غياب الشراكات. ايوه احنا في مصر بنخاف من الشركة، وده غلط. عشان تكبر محتاج تعمل شراكات مع شركات اكبر منك او مستثمرين اكبر منك. زي صيدلية مثلا عايزة تكبر فتعمل شراكة مع مستشفى وتديها خصومات للمرضى بتاعتهم. رقم 4 غياب المنتور او المرشد. لازم يكون عندك منتور في حياتك وفي البيزنس بتاعك، والشخص ده يكون عنده خبرة وبيشوف الصورة من بعيد وبيشوفك انت بتشتغل ازاي في البيزنس بتاعك، ويكون عندك اكتر من منتور في المجال، منتور في البيزنس، منتور في السوق، يعني في التوسع والعلاقات. المنتور ده ممكن يكون ببلاش، ممكن يكون مدفوع له، ممكن يكون حد بتتفرج عليه على اليوتيوب، بس يعني ده مش احسن حل، لازم حد يكون عارفك يعني. وممكن تخليهم بورد ممبرز. رقم 5 نقص رأس المال. عندك مشكلة في الفلوس يبقى انت مش بتبيع كويس، او بتبيع كويس بس مصاريفك كتير، الهامش بتاع الربح بتاعك مش متظبط، يعني محتاج تشتغل على ارقامك. او ممكن عايز تتوسع قوي والفلوس اللي معاك يا دوبك تمشي البيزنس في مرحلة المخاطر، وساعتها تدخل معاك شريك. رقم 6 مقاومة العملاء للتغيير، وده شيء طبيعي جدا. الزبون بيبقى عادة متعود على شكل معين للخدمة، ولو اتغير بيتضايق قوي، فساعتها تعرفوا ازاي الخدمة دي هتوفر عليه فلوس ومجهود. وممكن تعمل له ديسكاونت او خصم لو هو استخدم التكنولوجيا او النظام الجديد، زي مثلا الشركات اللي بتعمل خصم لو اشتريت اونلاين. وعقبال ما يتنقلوا من المرحلة التقليدية للمرحلة الجديدة فانت برضو لازم
تخلي الخدمة القديمة شغالة بس تزقهم ناحية البيزنس موديل الجديد. رقم 7 بقى قلة النماذج الملهمة، يعني ان الناس ما تشوفش قصص نجاح حواليها. وانا اعتقد ان مع السوشيال ميديا المشكلة دي تقريبا محلولة. فاقرا كتير وتعلم انجليزي وشوف فيديوهات لناس بتقولك ازاي احنا بنعمل كده، واتكلم مع ناس كتير وصلوا لحاجات انت ما وصلتلهاش، واتعلم، وبالتجربة والخطأ هتعرف مين تسمع له في ايه. وفي الاخر عادي جدا انك تبدأ بالضرورة لحد ما تقدر تجيب دخل مناسب يخليك تعيش، ولكن اعرف ان دي مرحلة، وخلي عندك دايما ثقة في نفسك ان انت تقدر تكبر زي كل الناس اللي حواليك اللي هم مش اذكى منك نهائي ولا عندهم سوبر باورز، ولكن بيشتغلوا كتير، بيتعلموا كتير، بيفشلوا كتير، وبيقوموا تاني يكملوا ويعيدوا، وهكذا.